يواصل المنتخب المغربي خطف الأضواء في كأس العالم 2026 بفضل مستوياته المميزة وأفكاره التكتيكية المتطورة التي جعلته من أبرز منتخبات البطولة حتى الآن. وكان أسود الأطلس قد حققوا فوزا مهما على اسكتلندا بهدف دون رد بعدما سبق لهم فرض التعادل على البرازيل، ليؤكدوا أنهم قادرون على منافسة أكبر المنتخبات العالمية. المدرب محمد وهبي نال إشادة واسعة بفضل قراراته التكتيكية الجريئة، خاصة بعد إصراره على الحفاظ على نفس التشكيلة التي تألقت في المباراة الأولى. ومن أبرز مفاجآت وهبي توظيف إسماعيل صيباري في مركز المهاجم، رغم أن مركزه الأصلي هو خط الوسط، وهو القرار الذي أثبت نجاحه بشكل لافت. صيباري رد على الثقة بأفضل طريقة ممكنة بعدما سجل أمام البرازيل، ثم عاد ليقود المغرب للفوز على اسكتلندا ليصبح أحد أبرز نجوم البطولة. كما برز الانسجام الكبير بين إبراهيم دياز وإسماعيل صيباري، حيث شكل الثنائي مصدر الخطورة الأكبر على دفاعات المنافسين بفضل تحركاتهما وتمريراتهما الحاسمة. ومع هذا الأداء القوي والتنظيم التكتيكي المميز، يبعث المنتخب المغربي رسالة واضحة للجميع مفادها أن أسود الأطلس لا يشاركون من أجل المنافسة فقط، بل يطمحون للذهاب بعيدا وكتابة تاريخ جديد في كأس العالم.